السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقائنا دلوقتي مع الجزء الثالث وأكلات بالفراخ. وجبات الفراخ، نخلي بالنا زي ما قلت، ممكن يبقى رز، ممكن أبدله بالمكرونة، ممكن أبدله بالعيش. أنا ليا الحرية الشخصية بقى إن أنا أعمل زي ما أنا عايزة. غير كده بالنسبة للأرانب والبط، يا إما مسلوقين يا إما متحمرين. أنا طبعا أنا حطيت الحاجات الإيه الأساسية. نكمل وجبات الفراخ. أول وجبة عندي شوربة خضار وفراخ ورز بالشعرية، كبسة بالفراخ، وراك الدجاج مع المحاشي، صينية بطاطس وفراخ ورز بالشعرية، صينية كوسة وفراخ ورز، شاورما فراخ، كوردون بلو، بانيه. وزي ما قلنا البانيه برضو انا ليا حرية ان انا اقدم معاه مكرونة، اقدم معاه عيش، وبطاطس محمرة، اقدم معاه رز بالكاري، انا حرة يعني. كفتة فراخ مشوية، صينية كفتة فراخ، برجر فراخ، نجريسكو بالفراخ، دبابيس فراخ مقلية، ورز الريزو، وسلطة كول سلو، رز بالكبد والقوانص، صينية كبد وقوانص، جلاش بعصاج الفراخ، محشي وفراخ محمرة، أجنحة دجاج بصوص الباربيكيو، مكرونة بالوايت صوص وبالفراخ، صدور فراخ مشوية، فراخ مشوية في الفرن، صينية بطاطس ورقاب الفراخ ورز، الحمام الكذاب، مندي بدجاج أو مندي الفراخ، ستريبس، كفتة بانيه، كنتاكي ده طبعا ممكن تبقى الفرخة ككل، ممكن الأجنحة، ممكن الوراك متقطعة، على حسب زي ما احنا عايزين. بانيه كداب، ناجتس أو كوكي، كفتة حلواني المحشية، بطاطس بانيه محشية، طاجن مكرونة فرن بقطع الفراخ، رقاب الفراخ المحشية بالرز أو بالفريك وجنبيها رز بشعرية. ودلوقتي كده انتهينا من الوجبات بالفراخ. هنجمعهم مع الوجبات اللي فاتت في الأجزاء اللي فاتت، اللي هي باللحمة وباللحمة المفرومة. إلى اللقاء مع الجزء الرابع.